تخيل معايا كده إن في وقت في يومك ممكن يغير كل حاجة. مش محتاج فلوس ولا مهارات خارقة ولا حتى مجهود كبير، بس محتاج إنك تصحى بدري شوية. الحلقة دي مش عن إنك تصحى بدري وخلاص، دي عن لحظة معينة في اليوم اسمها شروق الشمس. وليه اللحظة دي ممكن تكون بداية حياة جديدة ليك؟ طيب، شروق الشمس مش مجرد منظر حلو، هو وقت هدوء نادر جدا في اليوم. مفيش دوشة، مفيش ضغط، مفيش رسائل ولا سوشيال ميديا. في اللحظة دي انت بتكون أقرب نسخة لنفسك الحقيقية. كمان جسمك بيكون في أفضل حالة ذهنية، تركيز أعلى، صفاء ذهني، طاقة لسه ما استهلكتش. عشان كده الناس الناجحة أو ناس كتير ناجحة زي جيف بيسوس مثلا بتعتمد الوقت ده كبداية ليومها. طيب، لما تصحى على شروق الشمس انت مش بس بتبدأ بدري، انت بتكسب إحساس بالتحكم. بدل ما اليوم هو اللي يتحكم فيك، انت اللي بتتحكم فيه. الشعور ده بيعمل 3 حاجات مهمة. أول حاجة بيقلل التوتر، بيزود ثقتك في نفسك وبيخليك أكثر التزاما. كمان في حاجة مهمة جدا، الضوء الطبيعي في الصبح بيساعد على تحسين المزاج، وده بيأثر على يومك كله. طيب، ازاي تستغل وقت الشروق صح؟ طب لو صحيت بدري تعمل ايه؟ مش المطلوب انك تشتغل فورا، بالعكس دي لحظة ليك انت. ممكن تبدأ بشوية مديتيشن او تأمل او هدوء او كتابة افكارك او قراءة حاجة مفيدة او رياضة او حتى تقعد مع نفسك بس. الفكرة مش في الاكتيفيتي او النشاط نفسه، الفكرة انك تبدأ يومك بهدوء ووعي. طيب، هنتكلم دلوقتي عن أخطاء بتبوظ تجربة شروق الشمس أو تجربة وقتنا في شروق الشمس. في ناس بتحاول تصحى بدري بس بتفشل. ليه؟ لأنهم بيعملوا الأخطاء دي. أول حاجة، بيضغطوا على نفسهم فجأة، بيناموا متأخر ويصحوا بدري وده غلط. بيستخدموا الموبايل أول ما يصحوا. أهم حاجة، ابدأ تدريجي وخلي التجربة مريحة مش إجبار. طيب، هاقول لكم دلوقتي تجربة بسيطة تبدأ بيها. جرب معايا التحدي ده 3 أيام بس. اصحى قبل الشروق بنص ساعة واقعد مع نفسك من غير موبايل وهتشوف الفرق بنفسك. طيب، في نهاية الحلقة دي، شروق الشمس مش مجرد وقت، هي فرصة بتبدأ من جديد كل يوم. يمكن حياتك مش محتاجة تغيير كبير، يمكن محتاجة بداية مختلفة. ولو الحلقة دي عجبتك شاركها مع حد محتاج يسمع الكلام ده، وجرب التحدي وقولي عمل معاك ايه. وافتكر، يمكن أفضل نسخة منك بتستناك عند شروق الشمس. كان معاكم سارة جعفر وبودكاست سارة جرافيكس.